اهلا وسهلا. في الفيديو هقول لك شويه مصطلحات لازم تبقى عارفها في الجيم عشان تبان ان انت فاهم قدامه. جاهزين؟ يلا بينا. اول حاجه يا بطل هيطلع لك شويه صور جنب الحاجات لازم تبقى عارف شكلها في الجيم، زي الدمبل او الطاره او الباور. اول مصطلح معانا لو الكابتن قال لك يلا العب لي مثلا مجموعه دي في دي سوبر ست. يعني ايه كلمه سوبر ست؟ سوبر ست معناها لو انت بتلعب مجموعه مثلا 12 عده، فانت هتاخد ال 12 عده بتاعت المجموعه ومن غير راحه تنط على التمرينه الثانيه 12 عده برضه. دي ممكن تتكسر ما بين عضله كبيره وعضله كبيره بس مختلف الزوايا، او ممكن عضله كبيره مع عضله صغيره. تاني حاجه معانا لو الكابتن قال لك العب لي مثلا دي دروب ست. مثلا لو انت بتلعب مكنه رجل امامي وبتلعب بوزن معين، هتفضل عليه تلعب اول مجموعه، بعد كده اول ما تخلص راح جاي مقلل وزن بتلعب بعديها تاني لغايه ما توصل للفيلير. تالت مصطلح معانا هو الجاينت ست. الجاينت ست ده قريب للسوبر ست. الفرق اللي انت بدل ما بتاخد مجموعتين من عضلتين او زاويتين تاخد 3 من غير راحه بينهم. بس كده يا بطل، دي اشهر المصطلحات اللي بتبقى موجوده في الجيم واللي ناس كتير ما تعرفهاش. اتمنى اكون فدتك بالمعلومات. اتمنى تعمل لي لايك